أصل الحكاية. برنامج أصل الحكاية مع الأستاذ عماد كودك وجواهر مصر. انتظرونا في أصل الحكاية مع عماد كودك مينا المصري. انتظرونا في أصل الحكاية مع عماد كودك وأبو غالي. كنتم مع أصل الحكاية عماد كودك، ومعكم كريم سليمان. في برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك. في أصل الحكاية مع عماد كودك. في برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك من داخل سوق الذهب بالعبور مع برنامج أصل الحكاية أستاذ عماد كودك. يلا بينا عشان أصل الحكاية. برنامج أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية بدأت. في برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك. معاكم النهارده في أصل الحكاية مع عماد كودك. في أصل الحكاية مع عماد كودك. مع برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك. مع أصل الحكاية عماد كودك. كنت في أصل الحكاية مع عماد كودك. في برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك. أصل الحكاية مع عماد كودك. في أصل الحكاية مع عماد كودك. انتظرونا في أصل الحكاية في كل جديد. وأحفاد الخواجة عريان وأحفاد أحفاده معايا النهارده في أصل الحكاية. خليك معايا. ده إيه السؤال ده؟ رأي الناس، أنا بنقل لك رأي الناس. لا، رأي الناس على راسي وكل حاجة، بس أسئلة أوفر شوية يعني بصراحة. نختم الحلقة أحسن. لا إحنا بنتكلم. لا أكيد مش بحبسهم يعني. لا ده أنا ألبس النضارة بقى. طالما أنا مع الحاج سامح ترند السلسلة ما بتتقطعش. يلا نشوف أصل ترند. اتفضل. عارف إن هي تقدر تشيل القفل كمان؟ عارف؟ أهو. أنا عايز أشوف أهو. 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 يا جماعة بص، هو مفيش حاجة. إيه رأيك؟ هنسيب الأسئلة وضرب نار. إيه الحرب اللي اتحاربتيها عشان توصلي لاسم جواهر مصر؟ لو وافقتي. إيه ده السؤال ده؟ أنا فتحت بالواسطة؟ يعني إيه بالواسطة؟ في فقرة معانا اسمها ضرب نار، أو بيقولوا عنك إيه؟ بيقولوا عنك إنك بتبيع ذهب صيني ويجوا يتصلوا بيك مش بترد. يعني إيه مش بترد؟ بص أنا أقول لك على حاجة. هات اللي بيقول كده وأنا أفلق لك دماغه. فينا كمان وفقنا، ويلا بينا في أصل الحكاية نبدأ مع بعض. فأنا اضطريت أدخل على البرنامج، لقيت حاجة مختلفة، أسئلتك كويسة، البرنامج بتاعك يعني فيه روح كويسة، وأنا اتبسطت من الفكرة بتاعتها. فكرة ما اتعملتش قبل كده. طبعا أصل الحكاية أنت مش محتاج إن أنا أعرفك. أوريدي أنا عارفك، ومش معرفة جديدة أو لسه أعرفك النهارده. إحنا من التسعينات، من أيام ما كنا بنتقابل في المعارض، وأنت ياما صورت لي. وبعدين أنت لوحدك براند، مش محتاج حد يعرفك. أنت لوحدك معروف. ما كانش حد مختص بده. أنت صنعت مهنة اسمها تصوير ده. في نهاية اللقاء عايزين نعرف بقى من حضرتك، عرفت برنامج أصل الحكاية إزاي وعن طريق إيه؟ ده سؤال بجد؟ أنت بتسأل بجد؟ هو ده سؤال ما يسألش. طيب ليه بقى؟ هو عماد كودك محتاج ان حد يعني باشا، ما فيش سايق في جمهوريه مصر العربيه غير لما بتابعك. انت بتاعنا، انت بتاع السياح كلها. فطبعا البرنامج بتاعك اي نشاط انت بتعمله كبير صغير احنا كسياح متابعينه يا باشا. اقنعتني الصراحه. طب الشيء ده من عندك ولا من بره؟ اكيد طبعا يا عماد هتشتري من عندي، مش هتروح بره. عاوز اشكر طبعا حبيبي واخويا عماد، بقول له شكرا جدا يا عماد. ده شرف لينا. محاور جيد وحد جميل، واسئلتك كلها فادتنا شخصيا، حتى اسئلته قيمه بتفتح مجالات كبيره جدا الواحد يجاوب عليها، ويا رب البرنامج يلاقي قبول عندكم كلكم. شكرا يا عماد جدا. أصل الحكاية مع عماد كودك. تعالوا نشوف أصل الحكاية. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.